السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض الجاتو الاقتصادي ده. حاجة كده هتعملها من البيت، يعني بإمكانياتك انتي، مش هتكلفك كتير. فهتعمليها بطريقة سهلة وبسيطة خالص، وهنعملها من الدقيق العادي، مش هنجيب دقيق سبونج للي ما عندوش او اللي غير متاح عنده او مش عارف يجيبه. بس قبل ما نبدأ يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويلا نسمي بالله ونصلي على رسول الله ونشوف احنا هنعمل ايه. اول حاجة عندي هنا هنقول المقادير. عندي هنا ربع كوباية مية، نص كوباية زيت، نص كوباية كاكاو خام، 3 معالق نشا، كوباية وربع سكر، 4 بيضات، كوبايتين ونص دقيق، وباكو بيكنج باودر. اول حاجة هنا عملتها، حطيت البيض، حطيت عليه الفانيليا، وهننخل المكونات الجافة بتاعتنا ندخلها على بعضها نجهزها. عندي هنا كوبايتين ونص دقيق، وهحط عليهم باكل بيكنج باودر زي ما احنا شايفين، والتلات معالق نشا، ونص كوباية الكاكاو الخام. الكاكاو لازم يبقى كاكاو خام مر، اللي هو افضل كاكاو هو الكاكاو الاسباني، بيدي معاك النتيجة كويس. يبقى كده خلاص نخلت المكونات الجافة كده، هقلبها كلها في بعضها. يبقى انا كده المكونات الجافة عندي جاهزة. هي طريقتها سهلة خالص وبسيطة. ف هنجيب خلاط ونحط 4 بيضات مع الفانيليا اللي احنا حطيناها، ونص كوباية الزيت زي ما احنا شايفين، ومعلقتين الخل، وربع كوباية مية، وعندي كوباية وربع سكر. هضرب المكونات دي في الخلاط وهننزل بيها على المكونات الجافة زي ما احنا شايفين كده. كلها خطوة بسيطة وسهلة يعني. هنقلب كده كله في بعضه. طبعا هتلاقي الكيك اللي معانا جامد يعني، لسه عاوز مية برضو. احنا هنعمل ايه؟ انا مشغلة الكتل. هناخد كوباية او كوباية ومعلقتين مية مغلية. انا جبت نص معلقة نسكافيه علشان يعزز طعم الكاكاو، بيظهر طعم الكاكاو شوية. فزي ما احنا شايفين كده دوبتهم في قلب المية السخنة المغلية، ونزلت بهم على الخليط بتاعنا ده. هقلب كده بالراحة لغاية ما احصل على القوام اللي انا عايزاه. انا اتلقيتها لسه عايزة شوية، فحطيت لها حوالي معلقتين مية مغلية تاني. طبعا انت بتبقي يعني ايه متحكمة في العجينة اللي في ايدك، بتبقي شايفاها هي معاكي شكلها ايه، محتاجة مية مش محتاجة مية. فديت بتبقى تحت ايدك برضه. هقلب كده المكونات كلها في بعضها. ممكن تكون في مكونات جافة تحت كده ما تقلبتش بالمضرب. يبقى كده خلاص كل حاجة جاهزة. جبت صاج 30 في 40، وحطيت فيه ورقة زبدة. طبعا ورقة الزبدة ده عشان تسهلي ان انا لما اجي اطلع الكيك منها، يبقى ايه سهل ليا بالنسبة لي عن ما تشيليه كده. نزلنا بالخليط كله في قلب الصينية. طبعا احنا اول ما بدأنا نجهز في الكيكة بتاعتنا، احنا مشغلين الفرن على درجة حرارة 180. هنساوي الصينية كده وندخلها الفرن. هتقعد في الفرن حوالي ربع ساعة او تلت ساعة بالكتير. وده حبايب بعد ما طلعت من الفرن شايفين بتبقى بالملمس اللي احنا قلنا اللي شايفينه مع بعض ده. وهغطيها واسيبها لتاني يوم، يعني انا ما بشتغلش بيها على طول، او ممكن اشتغل بيها بعد 3 ساعات. انا عندي هنا نص كوباية سكر، حطيت عليها كوباية وربع مية، مية ساقعة تلج يعني، والافضل ان هي يبقى فيها قطع تلج. وضربت السكر شوية كده في المية، وبعدين حطيت كوباية كريم شانتيه، وبعدين حطيت ربع كوباية باستري كريم. الباستري كريم فيه السكر، فاحنا بنعدل السكر علشان ما تبقاش ايه طعمها مسكر قوي. هضرب المكونات بتاعتي دي كلها، الباستري كريم مع الكريم شانتيه، لغاية ما احصل على القوام المطلوب، يعني اللي انا زي ما احنا شايفين مع بعض كده. شايفين حبايب القوام ازاي؟ اهو ده القوام اللي احنا عايزينه. احنا كده خلاص سيبناه لتاني يوم. هجيب الصينية كده،
انا عايزه اقسم صينيه الكيكه دي، هقسمها لنصين يعني، بالظبط كده نصين. وعايزين نقشر الوش اللي فوق ده زي ما انا بعمل كده بالسكينه اهو، هقشرها كلها. وكده خلاص جبت اول نص وحطيت الكريمه بتاعتنا عشان في كيس عشان يسهل لي الفرد، يعني افردها بسهوله كده، ما تعذبكيش في الفرد. هنسوي كده الكريمه اللي احنا فردناها بالمعلقه كده او بسباتيولا او اي حاجه. وهنحط الرئه التانية بعد ما نساوي الكريمه بتاعتنا. نحطها بالراحه كده ونشيل الورقه ونسويها، نحاول نسويها كلها تبقى ايه على قد بعضها. هنوزع الكريمه برضو. طبعا كلها خطوات سهلة وبسيطة، وعملنا من الدقيق العادي دقيق البيت، ما عملناش دقيق سبونج ولا حاجة. عملنا الجاتوه بطريقة سهلة خالص وبسيطة. عندك عيد ميلاد، عندك مناسبة عايزة تفرحي ولادك، يعني بإمكانيات بسيطة من البيت، كلها حاجات سهلة وبسيطة وعملناها مع بعض بكل سهولة. بس لازم بعد الخطوة اللي انا بعملها دي لازم هندخل الجاتو الفريزر، لازم يقعد له على الاقل 3 4 ساعات لغايه ما يتجمد، لان انت مش هتعرفي تقطعيه كده وهو ايه، هيتفتفت منك وانت بتقطعيه كده. وزي ما احنا شايفين بعد انا ما سويت الوش كده، جبت كده السكرابر ده مشنشر، عملت كده اللي هو يدي منظر كده بس على الوش زي ما احنا شايفين كده. او لو ما عندكيش دي وعندك مشط يعني بتستعمليه للمطبخ، اعملي بيه برضو هيديلك نفس الشكل كده. وهنا حطيت معلقتين جل تلميع علشان الكريمة بتاعتنا ما لونها ما يغيرش. لو انت ما عندكيش جل تلميع هتجيبي معلقة عسل نحل على معلقة مية وتقلبها في بعضها كده وتحطها على ايه، على وش الكريمة كده، تديلها لمعة وما تخليش الكريمة تغير لون معاكي. بعد كده هندخلها الفريزر. انا بيتها لتاني يوم، يعني عملتها وتاني يوم قطعتها معاكم، هحطها على حاجة كده واقوم حطها في الفريزر لغاية تاني يوم. ده حبايبي تاني يوم انا بعد ما طلعتها هنشيل الطرافي دي كلها، يعني هي باتت لازم تبقى مجمدة. طبعا اللي بيطلع مش هنهدر حاجة، كل اللي بيطلع ده احنا هنستعمله. هنجيب الاربع طرافي كده هنسويهم كويس. وبعدين هنقسمها من النص كده، وبعدين نقطعها زي ما احنا شايفين كده، وعملت عليها روزتات وهنزينها بحاجة تكسر اللون كده زي ما احنا شايفين. انا عملت تزيين بسيط خالص. يبقى كده احنا عملنا الجاتوه ما كلفناش نفسنا كتير، عملناه مكونات كلها في البيت يعني. هي الكريمة بس اللي انت هتشتريها، زيت سكر دقيق موجود في البيت، هتشتري الكريمة فمش هتكلفك كتير. زي ما هتروحي تجيبي دست الجاتوه كده بالشيء الفلاني هتبقى انت عاملاه يعني.
بقلل مقادير انت عاملاها. طبعا ده اللي طلعناه من الطرافة بتاعة الجاتو زي ما احنا شايفين كده، هنحطه في علب كده. طبعا لو انت لاقياه الجاتو نفسه ناشف معاكي هتسقيه، هتعملي ميه بسكر كده وتسقيه، لكن هو طري خالص معانا وهش، فاحنا ايه اكتفينا ان احنا نحط عليه الكريمه وبس. زي ما احنا شايفين كده. هنعمل الكبات دي كده مع بعض. حطينا رقة الجاتو وبعدين حطيت الكريمة وبعدين احط رقة جاتو تاني. طبعا ده كله اللي احنا شايلينه من الجاتو. وزي ما قلنا لو تلاقيه ناشف معاكي، لو تلاقي الجاتو ناشف معاكي، هتعملي كوباية مية كده وتحطي عليها معلقتين سكر وتسقسقي عليها كده من فوق لغاية ما ايه ما يعني بفرشة او بمعلقة كده. وده حبايبي كده عملنا مع بعض بكل سهولة. حاجة كده خفيفة كده وسهلة وسريعة وعملناها من البيت. يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ويا ريت ما تبخلوش عليا باللايك.